احمد زكي، اسرار الامبراطور وارقامه القياسيه وثروته الخياليه. متخيل ان احمد زكي اللي بقى امبراطور السينما المصريه كان بيتقال عليه انه مش هينفع يمثل بسبب لون بشرته وشكله، وده غير ان كان عنده ارقام قياسيه في عدد الافلام والجوائز، وثروته تخليه من اغنى نجوم الفن. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى الامبراطور واسرار محدش يعرفها عنه. انا مريم محمد وده برنامج اسرار مشاهير العرب. احمد زكي الراجل اللي خلى التمثيل يبقى فن صعب، ومن اول ظهور ليه في السينما الجمهور وقع في حبه. بس ورا الكاميرا احمد زكي عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن ارقامه القياسيه واخطر حاجات عملها في التمثيل واغرب حاجه عملها عشان يبقى الافضل، وكمان ثروته اللي اتخطت الملايين. احمد زكي اتولد سنه 1949 في مدينه الزقازيق. والده توفى وهو عنده سنه، وده خلاه يتربى في ظروف صعبه جدا، لكنه كان عنده حلم التمثيل من صغره. دخل معهد الفنون المسرحيه وتخرج بتقدير امتياز سنة 1973، وكان دايما بيتقال عليه انه موهوب، لكن المنتجين كانوا بيرفضوه بسبب لون بشرته وشكله، لحد ما النجم عادل امام رشحه لمسرحية مدرسة المشاغبين وبدأ يكسر الدنيا. اول ظهور سينمائي كبير ليه كان في فيلم شفيقة ومتولي سنة 1978، ومن هنا بدأت حكايته مع السينما المصرية. احمد زكي عنده ارقام تخلي اي ممثل تاني يحس انه بيتفرج، زي مثلا انه شارك في اكتر من 60 فيلم، منهم 25 فيلم دخلوا قائمة افضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. في فيلم البريء احمد زكي قدم واحد من اقوى المشاهد، والنقاد سموه مشهد الصرخة بسبب قوة التمثيل والاحساس. احمد زكي هو الممثل الوحيد اللي جسد شخصية رؤساء مصر في الافلام زي ايام السادات وناصر 56، وده خلى الناس تسميه الممثل اللي بيغير وشه. فيلم اسكندرية ليه كان اول فيلم مصري يدخل مهرجان كان، واحمد زكي كان بطل الفيلم، وده خلى العالم كله يتكلم عنه. حقائق عن احمد زكي: اول حاجه ادمان القهوه. احمد زكي بيشرب اكتر من 10 كوبايات قهوه في اليوم، وبيقول ان القهوه هي اللي بتخليه يركز في ادواره. كان بيدرس كل شخصيه بيعملها بدقه، وبيغير صوته وطريقه كلامه زي ما عمل في فيلم ايام السادات لما اتعلم يتكلم زي الرئيس انور السادات بالظبط. رغم شجاعته احمد زكي كان عنده فوبيا من البحر، وده خلاه يرفض افلام فيها مشاهد تحت الميه. احمد زكي كان بيحب العربيات وعنده عربيه مرسيدس كلاسيك، وكان دايما بيقول ان السواقه هي الحاجه اللي بتهديه. احمد زكي عنده جوائز كتير، منها جائزه افضل ممثل في مهرجان القاهره السينمائي عن فيلم معالي الوزير، و5 جوائز من مهرجان الاسكندريه السينمائي، وجائزه التميز من مهرجان كورتاج. كمان حصل على جائزة الدولة التقديرية للفنون، وده كان تتويج لمسيرته اللي مليانة نجاحات. أما بقى فيلم ضد الحكومة خلى أحمد زكي ياخد جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وده بسبب مشهد المرافعة اللي الناس كلها لسه بتتكلم عنه لحد دلوقتي. ثروة أحمد زكي الحقيقية بقت حوالي 30 مليون جنيه قبل وفاته، وكان عنده شقة فاخرة في الزمالك ومجموعة ساعات قيمة جدا، وده خلى الناس تسميه الإمبراطور، مش بس بسبب أدواره لكن بسبب مكانته الفنية كمان. ودي كانت حكاية أحمد زكي، الراجل اللي خلى التمثيل يبقى سحر، واللي اثبت ان النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل التاريخ بادواره ومواقفه. ايه اكتر فيلم او مشهد حبيتولي؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الفن. اشوفكم الحلقه الجايه.